هلو. السلام عليكم. جيجيتسو كايسن واحد من اجمد الانميات اللي نزلت في اخر 10 سنين، واحد من اكتر الانميات اللي فعلا الواحد استمتع بيها وهو بيتفرج على انمي متكامل من نواحي كتيره جدا، واحد من اجمد الانميات اللي نزلت في اخر 10 سنين. ولما اقول لك الكلمه دي، اخر 10 سنين نزلت انميات جامده جدا، ولكن جيجيتسو كايسن هو مختلف عنهم. انمي بيفكرك بريحه الانمي بتاع زمان اللي هو التشونن الجميل ده، مختلف عنهم ولكن في من ريحتهم وفي منهم كتير جدا. وكذلك ايضا هو مختلف عن الانميات بتاعت الجيل ده كله. يعني من الاخر كده هو انمي مش تقليدي، انمي من اول حلقه وانت بتتفرج عليه انت عارف انك بتتفرج على حاجه مختلفه، انت عارف انك بتتفرج، انت داخل على حاجه جامده جدا. وفعلا لما بتمشي بالحلقات من اول سيزون 1 انت عارف ان انت لا، ده حاجه تانية، ده حاجه مختلفه عن اللي احنا كنا بنتفرج عليه. ايه بقى سر جمدان جيجيتسو كايسن؟ تعال نعرف مع بعض كده واحده واحده. يلا بينا. 君は五条悟だから最強なのか、最強だから五条悟なのか。生き方は決めた。あとは自分にできることを精一杯やるさ。 لما اجي اسال اي حد واقول له ايه هي الحاجات اللي بتخليك تحب الانمي، في عاملين دايما هما العاملين الاصليين او المهمين في اي انمي عامه. اولا بتكون القصه، ثانيا بتيجي الشخصيات، وغالبا بتبقى بتختلف الترتيب ده. لو جينا للقصه، فقصه انمي جيجيتسو كايسن بسيطه جدا. عالم في حاجه اسمها لعنات، في ناس بتحارب اللعنات عن طريق حاجه اسمها قوه ملعونه، والناس دول هم السورسرز او المشعوذين. يعني طبعا زي ما في ناس بتحارب هذه اللعنات، في ناس بتحاول تستخدم اللعنات دي لاهداف شخصيه، وفي طبعا لعنات من درجات مختلفه. يعني نقدر نقول ان هو في من بليتش شويه. فالقصه كهيكل هي بسيطه جدا، هي من ابسط القصص ممكن اللي تحكيها لحد، ولكن جوه القصه دي في عمق كبير جدا في الشخصيات بتتعرف عليه كل ما تمشي في حلقات هذا الانمي واحده واحده. يعني مثلا في سيزون 1 كله انت بتحاول تتعرف على العالم. لو سيزون 1 زي ما هم مقسمين هو بارت 1 وبارت 2، بارت 1 هو محاوله لانك تتعرف على هذا العالم، عالم السورسررز، عالم اللعنات، ازاي الناس دي بتستخدم قوه اللعنات، مين هم الابطال بتوعنا، ايه هو التهديد الحقيقي في هذا العالم. والبارت الثاني بنحاول نخش زي اي انمي شونن معروف جدا، وهو ارك التورنمنت او تعريف الابطال بشكل كبير، يعني اللي فيه برضه بنكمل بنعرف بيه مين هم التهديد الحقيقي وايه هو رانك القوه بتاعتنا في عالم الانمي ده. ولما بنرجع نتفرج على الفيلم اللي هو زيرو، اللي فيه طبعا بنتعرف على الشخصيات جامده جدا، وهي شخصيه يوتا، برضه بتخش في عمق اكبر، بتخش في حاجه اجمد شويه. وبعد كده لما بتخش سيزون 2 بتعرف عن القصه اكتر، وبتعرف عن اهداف الشخصيات اكتر، وبتبدا تتفهم حاجات كتيره جدا من اللي هم بيعملوه. وبعد كده طبعا بنخش ارك شيبيو وحسبي الله ونعم الوكيل. ببساطه من امتع الحاجات اللي الانمي ده عملها من وجهه نظري انا، وهو انه استعمل حاجه نولانيه كده. يعني ايه نولانيه؟ نولانيه جايه من المخرج العبقري كريستوفر نولان، اللي هو انا هحكي لك القصه من النص، بعد كده اروح راجع لك للماضي، بعد كده اروح واخدك ايه، طاير بيك على المستقبل. سيزون 1 هو منتصف الاحداث، سيزون 2 او فيلم بتاع زيرو هو طبعا الماضي، بعد كده ندخل سيزون 2 ما قبل هذا الفيلم هو الماضي برضو، ونرجع تاني ايرك شوبيا اللي هو المستقبل. ودي كانت حاجه بصراحه ساعدت في القصه كتير جدا، ساعدت ان القصه تكون ماشيه بشكل رائع، اللي هو طول ما انت بتتفرج على الانمي انت حاسس بمتعه جامده جدا. ودي من الحاجات اللي قوت الانمي ده وخليته يفرق عن اي انمي تاني من وجهه نظري. طبعا في حاجه كمان برضو انا نسيت اقولها عن الانمي ده، وهي فكره ان انت قاعد طول ما انت بتتفرج انت حاسس بانسكيورتي، حاسس ان كل الشخصيات بما فيهم ايتادوري نفسه، الشخصيات دي معرضه في اي لحظه انها يحصل لها اي حاجه. اللي هو الكاتب مجنون لدرجه ان هو انا عادي، انا اموت اي حد، ما عنديش اي مشكله، ما عنديش اي حاجه تدل ان انت عادي، يعني نكسر لك، ما عادي يا عم، المشكله ايه يعني، ايه اللي يحصل يعني، من غير حرق طبعا يعني. ولكن من الانميات اللي انت اول ما تدخلها انت عارف ان ده اللي بيحصل، انت عارف ان الراجل ده بيلعب على مشاعرك، فخد بالك. بالنسبه للشخصيات فحدث ولا حرج، انمي جيتسو كايسن من الانميات اللي مليانه شخصيات جامده جدا. وهنبدا بالبطل وهو ايتادوري يوجي. ايتادوري في اوقات كتيره جدا مش هتحس ان هو البطل اللي عليه التركيز الاساسي، بياخد حقه طبعا 100%، واكيد طبعا بالتحديد في السيزون الاخير، ولكنك عارف ان مش هو ده التركيز عليه. يعني في اوقات كتيره جدا هتلاقي ان شخصيه زي ميجومي بتاخد حقها، شخصيه زي نوبورا بتاخد حقها، جوجو ساتورو طبعا، نانامي شخصيتي المفضله، وكتير من الشخصيات بقى بتاخد حقها. حتى الفيلن في الانمي ده واخدين حقهم هم كمان. يعني الفيلن في الانمي ده هم مش شخصيات مقعره او مش شخصيات فارغه او مش شخصيات كده احنا شر للشر وخلاص، لا. في احيان كتير جدا انت بتتفهم وجهه نظرهم، في احيان كتير جدا انت بتعرف هم ليه بيعملوا كده، اشرار باهداف واضحه، مش شرط ان انت تحبهم، ولكن على الاقل انت عارف هم ليه بيعملوا كده. ودي من الحاجات اللي بتفرق جدا في اي عمل
مش شرط انمي كمان. وغير كده كمان في شخصيات هتستفزك لليفل يعني يا عم انت صراخك كان بالنسبه لنا طرب والله واحنا بنتفرج على الحلقه، يعني انت مش مصدق احنا عدنا لقطات الصراخ بتاعتك دي قد ايه. وطبعا الباور سيستم بتاع جيتسو كايسن واحد من الباور سيستمز الجميله جدا في عالم الانمي والجديده، يعني حلوه مش تقليديه. يعني ممكن مثلا نقول ان هي مش يعني قريبه من النن في انمي زي هانتر اكس هانتر، ولكنها مش النن بالظبط. قريبه من التشاكرا في ناروتو ولكنها برضو مش التشاكرا بالظبط، هي ليها طبع خاص بيها وبصراحه جميله جدا وممتعه جدا. الشخصيات زي ما انا قلت انت تحبها كلها. طبعا معظم الناس طبعا كلها وانا منهم طبعا بتحب شخصيه جوجو ساتورو، الشخصيه الجامده جدا، الشخصيه العظيمه اللي اتعملت دي، شخصيه كلنا بنحبها وبنحترم، يعني عارف اللي هو ايه، انت شخصيه جامده يا معلم. ايتادوري طبعا خد حقه وزياده في ايرك شيبويا، دي من الحاجات اللي عجباني ان انت طول ما انت ماشي في الانمي انت مش بتخدم البطل فقط، لا انت بتخدم كل الابطال بتوع العمل ده. عمل ماشي بشكل وتسلسل متسارع جدا جدا جدا، بيدي كل الشخصيات حقها، حتى لو في شخصيه ثانويه انا هديها حقها، هعرف العب على كل الجوانب وهعرف اكسبك في كل الجوانب، يعني انا مش هطلعك خسران من اي حاجه في الانمي ده. ودي من وجهه نظري هي الحاجات اللي بتخلي اي انمي هو انمي جامد. غير كده كمان تسلسل الاحداث في انمي جيتسو كايسن ممتع مش طبيعي، جميل جدا والله. يعني مثلا في زي ما قلت لك في سيزون 1 احنا بنحاول نعرفك على العالم، تعال بقى ناخدك نفهمك الاول ليه في حاجه في العالم ده من شخصيه يوتا، وبعد كده نقول لك ان في تنشن ما بين شخصيه جيت وشخصيه جوجو، بعد كده نفهمك التنشن مره ثانيه في 3 4 5 6 حلقات كده في السيزون الاولاني، في السيزون الثاني قصدي، وبعد كده نروح داخلين بقى في ارك شابويا بعد ما انت فهمت كل ده، تعال بقى ندخلك في ارك يكسر لك دماغك، يدمر لك مشاعرك حرفيا. وارك شابويا حرفيا ده من المرات اللي انت فيها بتبقى بتتفرج على الانمي وانت ما انتش عارف هل تحمد ربنا ان انت خلاص مش هتتدمر مره ثانيه بعد ما تتفرج على الانمي كل خميس، ولا انك تزعل لانك مش هتشوف حاجه عبقريه. وطبعا نسيت شخصيه سكونا، من اروع الشخصيات اللي اتعملت في تاريخ الانمي، شخصيه رائعه فعلا، حاجه جامده جدا. الحلقه بتاعته والمعركه اللي كانت ما بينه وما بين جوجو يا الله جميله ممتعه، حلقه من اولها لاخرها رائعه ما فيهاش ولا غلطه من وجهه نظري طبعا. غير كده اصلا في اي لحظه انت هتلاقي فيها سكونا بيظهر دي بتبقى اجمد حلقه، دي بتبقى اجمد حلقه في السيزون ده. يعني لو ظهر 3 4 مرات في السيزون فالثلاث 4 حلقات دول بيبقوا اجمد حلقات في الموسم كله. وكذلك طبعا شخصيه جوجو، ولكن جوجو احنا بنشوفه اكتر شويه من سكونا فانت بتبقى معتاد عليه، ولكن طبعا اي معركه بيدخل فيها جوجو ساتورو في الفيلم في سيزون 1 في سيزون 2 يعني معارك جامده جدا. طبعا شخصيه جوجو يعني من الشخصيات اللي انت تحبها، اللي هو يعني الشخص اللي مش فارق معاه اي حاجه في الدنيا ولكن مع ذلك هو ما بيهزرش لما الموضوع يوصل لمرحله الجد. الحاجات دي يا جماعه بجد في عالم الانمي لما بتظبط بتطلع لك حاجه جامده، يعني لما بتعملها صح بتطلع لك انمي عبقري، ما بتقلش منك وبتبقى حاجه في مستوى مثلا ناناتسو نو تايزاي كده في الاجزاء الاخيره، اللي هو احنا عايزين نعمل كده بس ما احناش عارفين، اللي هو احنا نجحنا فيها بس احنا مش عارفين. خليه الموضوع تاني، خليه وقت تاني. انمي مش سهل ان انت تلاقيه في الفتره دي كلها مع كثره الانميات، برضو من نادر جدا انك تلاقي عمل زي جيتسو كايسن من اول حلقه انت عارف ان انت داخل على حاجه محترمه وفعلا ما بيغزلكش. تصميم المعارك في انمي جيتسو كايسن عبقري، مفيش فيه ولا غلطه، مفيش فيه ولا معركه انت هتطلع منها مثلا تقول بس لو كانوا ظبطوا دي، بس لو كانوا عملوا دي، مفيش الكلام ده في جيتسو كايسن. انت المعركه من اول ما بتبدا لحد ما تنتهي انت بتبقى متفرج فاتح بقك خلصت. وبرضه في حته كده عايز اقولها وهي مش حرقه قوي يعني، ولكن شخصيه توجي يا جماعه، شخصيه توجي في سيزون 2 ده التعريف الحقيقي لكلمه باد از. لو انت عايز تعمل باد از في عالم الانمي توجي هو ده الباد از، انتهى الكلام. جيتسو كايسن انا بعشق الانمي ده، انا ما قريتش المانجا، ما اعرفش اي حاجه عن المانجا، مستني السيزونات الجايه، مستني عايز اشوف 2 و3 كمان اكتر من سيزون، عايز استمتع بالعمل كله. خلينا نشوف. انا لغايه دلوقتي في رحله مشاهدتي لجيتسو كايسن انا مستمتع، انا حابب هذا الانمي، انا عايز اشوف منك اكتر، واتمنى طبعا ان الجوده ما تقلش عن كده، وانا واثق ان الجوده مش هتقل عن كده. وبس كده، شكرا لكم على سوقكم نهايه الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، لسه الموضوع ما انتهاش، لسه الناس دي بتتعرض للقصف كل يوم، لسه الناس دي بتموت، واحنا برضو ما زلنا مش قادرين نعمل لهم اي حاجه غير ان احنا ندعي لهم. فبلاش نوقف كلام عنهم، بلاش نوقف نشر عنهم، بلاش نوقف الدعوه. مفيش اي حاجه مفيش اي حاجه اتغيرت، الموضوع ما بيقلش، الموضوع بيزيد. اللهم انصر اخواننا في فلسطين ان شاء الله. بس كده، شكرا لكم على سكون الفيديو مره ثانيه، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. سلام عليكم.